الدكاترة بعد إذنك، اللي هو مرتبات الدكاترة. مرتبات الدكاترة يا ريس بتبتدي، خلينا نبتدي الأول نعرف إيه التعب بتاع الدكاترة عشان يوصلوا للمرتبات اللي أنا هقول لك عليها، عشان بس ما يبقاش الكلمة سهلة والمرتب أسهل. خلينا نوصل الأول التعب بتاعك إن أنت أول حاجة كلية 4 سنين، تاني حاجة هتشتغل 4 سنين ريزيدنت، أو هتدرس في حاجة تانية 4 سنين. يعني تقريبا التوتال بيبقى من 10 ل 11 سنة دراسة. والريزيدنت بتاعتك بتاخدها 3 سنين، بتاخد من 60 ل 80 ألف دولار، وشغلك بيبقى في الأسبوع من 65 ساعة ل 80 ساعة، يعني بتنام في المستشفى. ده كده انت لما تعدي كل المراحل ديت، يعني بتتكلم بعد 15 سنة نبتدي بقى نتكلم في التخصص. لو انت هتتخصص بقى جراحة مخ وأعصاب والكلام ده، انت بتتكلم في 400 ألف و 500 ألف. وخلي بالك لو بتشتغل في مستشفيات حكومة هتاخد أقل، لو بتشتغل في حاجات خاصة هتاخد أكتر. فآخرك يعني هتوصل ل 500 والكلام ده، اللي هو الجراح والتخدير والكلام ده. لو بطنة والكلام ده العادي ممكن توصل ل 250 ألف، من 150 ل 250 ألف. وبعد كده برضو في حاجات تانية، يعني في فيزيكال ثيرابي، في حاجات تانية كتير. بس الرينج بتاع المرتب عشان توصل له او توصل من 150 ل 200 الف، انت عايز 12 سنة او 13 سنة. الريزيدنت هتفضل ماشي من 50 ل 80 الف، حسب المستشفى برضو وحسب الولاية. فلو انت دكتور يلا تعالى معلم واقبض فلوس كويسة، بس عايز تذاكر 12 سنة مش اكتر. شكرا.